أسعد الله مساءكم. اليوم نبي نتكلم عن الموقع اللي أنا فيه هذا، وكان متسحر صفري أشجار، وبالذات شجرة الأرطا وأشجار السدر في هالمنطقة السوح اللي موجودة أمامنا، والرمث حتى ما وصل لها. الحمد لله وصلنا لها الرمث والسدر وشجرة الأرطا. خليكم معنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الشجرة صغيرة من أشجار الأرطا، وتعتبر عمرها ما يقارب شهر ونص، وبإذن الله خواتها قدام وراح تعجبكم. وتلاحظون أن الأرض تغيرت بشكل كامل. الأشجار الأرطا بالذات صفري، والسدر في المنطقة هذا الصفري، والرمث. فشوفوا لاحظوا ما شاء الله تبارك الرحمن كثافة أشجار الأرطا حاليا. تكثيفنا لشجرة الأرطا في المناطق هذه في السابق كان فيه أشجار أرطا وتسحرت بنسبة 100%، وتعتبر صفرية. والحين ما شاء الله تبارك الرحمن تلاحظون شجرة الأرطا كيف عايشة على ساق واحد. هذه انقطع منها سيقان، باقي ساق واحد. تعتبر شجرة معمرة. وهذه الشجرة ما شاء الله تبارك الرحمن كبيرة، تشوفون الظل تحتها، وهذا هو اللي حنا شغالين عليه، وبإذن الله أنه وصلنا له. يا رب لك الحمد. ننتقل للموقع الثاني. تشوفون ما ترجع الأرض إلا بيدينا، حنا نرجعها بإذن الله. مثل حنا ما تسببنا بتسحر النباتات اليوم، وانتم تشوفون نعيد الأشجار. ترى الكمية هنا مي بسيطة اللي في المنطقة هذه، كمية مي بسهلة، كميات بتعد بالمئات وربما بالألوف. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، عمرها فوق الشهرين ونص. سبحان الله، هي تعتبر شجرة مباركة ومذكورة في القرآن. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه بإذن الله راح يجي يوم راح تنثر بذورها، وراح تستفيد الروضة هذه بإذن الله منها. طلوع الشجرة هذه بدون سقي. هذا عندنا اليوم أشجار الطلح النجدي والسدر الضال والأرطا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.